حبايب قلب ام علاء وعلا، مساءكم فل وهنا. يا مساء التفاؤل، يا مساء الامل، يا مساء الورد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو حلو قوي، بس عايزين قبل ما نبدا الفيديو، قبل ما نتكلم في اي حاجه، هنصلي على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اهله وصحبه وسلم. كمان حابه ارحب بحبايبي اللي داخل مصر وخارج مصر. بقول لكم حبايبي منوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. يلا بينا نبدا الروتين ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده ده روتين مسائي. طبعا انا كنت تعبانه بقالي يومين، والدنيا عندي متبهدله ونايمه في السرير، اقسم بالله العظيم بص خلصانه خالص. فقلت ما بدهاش بقى اقوم ايه اشوف اللي ورايا بقى، ما اقعدش اكسل والدنيا كلها تتقلب فوق دماغي. اول حاجه كده لقيت السلم عندي ايه مش عاجبني متبهدل، قلت ايه اديله مسحه كده كنسه ومسحه ايه حلوه كده، لان اساس البيت السلم. ليه بقى؟ هو المطبخ والسلم، السلم لو متوسخ او في تراب او في اي حاجه هيدخل جوه على الشقه، بالتالي لو الشقه بتاعتك نظيفه هتتبهدل. ليه؟ رجلينا بتاخد التراب واحنا داخلين بنبهدل الشقه جوه. فانا قلت كده ايه اظبط السلم واخليه زي الفل. ودخلت بقى على الاوضه، بصوا بقول اروح فين واجي منين، اقسم بالله العظيم انا متغطيه في عز الحر بالبطانيه. هتقولوا لي ازاي؟ اقول لكم معرفش. اللي جاي لي كده سقعه في جسمي، جسمي متلج اكني كنت محطوطه في التلاجة معرفش، وعماله ارتعش ومتغطيه ليلي زي نهار بالبطانيه. طبعا قلت افتح الشباك بقى، شايفين الجو ضلمه بني على رأي اخويا الصغير، اما الجو اما يبقى ضلمه والنور يقطع، كان واحنا اطفال كان يقعد يقول لي ايه الدنيا ضلمه بني، اقول له بني ايه؟ يقول سودة غامقه. اشمعنى بني يعني؟ يقول لي ما هو لون غامق راه. المهم افتكرت اخويا في الفيديو ده، ربنا يمسيه بالخير يا رب ويخليهم لي. طبعا بقى قلت اطبق البطانيه. الحديد اللي في الشباك ده كنت بتمنى اللي الشباك بتاعي ما يبقاش فيه حديد. هو بيحمي وبيخليك كده تبقي مطمنه اللي ما فيش اي حاجه تحصل من الزمن الابيض اللي احنا فيه ده. بس بتنفع برضو، ممكن تحط بطانيه، تنشر بطانيه. فانا هضطر بقى اخد البطانيه دي احطها ايه فوق في البلكونه، بس بكره نعيشنا بقى، مش هضحك عليكم، لان لو حطيتها دلوقتي الجو اساسا يعني مطري. وممكن اسقع اتغطى بيها فخلاها زيادة اطمئنان، زيادة أمن، يعني أخليها إيه موجودة عندي. بس إيه رأيكم بقى؟ أنا أول واحدة يا جماعة أطلع البطانية والجو يشت عندي لوحدي، أنا لوحدي الجو مشت عندي معرفش ليه. المهم بقى طبعا نايمة على السرير لوحدي، خفت إن أنا أنام إيه، الحمد لله رب العالمين، خفت انام جنب اي حد كده قاعديه او اتعبه ولا حاجه، ما اعرفش، على الرغم ان انا ما عنديش برد ما عنديش اي حاجه يعني، ما اعرفش هو جسمي لوحده كده متلج ما اعرفش المهم بقى رحت ايه مروقه الدنيا. طبعا المساند دي انا عاملاها كده ايه بحيث مثلا لو احنا نايمين جنب بعض واتحرينا اللي يبقى حران او متضايق يقوم ينام لوحده كده ايه، احمد ابني بقى، ابني التاني، اي حد يجي ينام في الحته دي. مش عايزين يناموا يقعدوا عليها وخلاص. المهم عشان الاوضه اساسا صغيره وفيها سرير صغير، مش عايزه اللي يدخل عندي او ولادي مثلا كنا نايم على السرير الاقيهم قاعدين في الارض او كده، لا انا عايزاهم يبقى ايه ابقى مطمنه عليهم. طبعا المخده انا بنام ولا علا بنتي، اي حاجه بقى علا بنتي واقفه ايه بقى واقفه على باب الاوضه، اي حاجه اروح رميها لها في وشها، خدي يا علا، تقول لي زهقتيني يا ماما. ايه يا ماما؟ هو انت بتعملي روتين ولا انا اللي بعمله؟ اه لا احنا الاثنين يعني نساعد بعض وكده. المهم ربنا يخليها لي يا رب ويخليكم ليا، وربنا يا رب يفرحنا دايما ويجعل ايامنا اعياد ومناسبات. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. معلش اللي هو نزل متاخر شويه الفيديو ده بس غصب عني. عايزه اقول لكم بقى ايه الناس البسيطه اللي زينا دي، طبعا الحلاوه يا جماعه السنه دي غاليه جدا جدا، يعني اكتر الناس اللي هي البسيطه اللي زينا كده ما جابتش حلاوه. فاحنا نعمل ايه عشان نحل بقنا؟ اقول لكم على حاجه بسيطه جدا هتحل بقكم ان شاء الله وهتستفادوا منها كتير قوي. عايزين نصلي على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم كتير قوي. نفضل نصلي عليه، على الحبيب قلبك يطيب، زي ما بنقول كده صلي على الحبيب قلبك يطيب. نفضل نصلي ونردد ألسنتنا بالذكر او بالصلاه على النبي، كده تحليه للفم والبدن والروح وكل حاجه. كده الفيديو يكون خلص.